شوفوا اللي طيش الزبلة في الأماكن العامة ياخذ خطية 100 ريال تقريبا 800 دينار، ديما نضربوا في 8. هذا اللي خلى الأماكن العامة والشواطئ متاع مدينة مسقط نظيفة. راهو بالحق ما يفدلكوش مع حاجة كيما هكا. 100 ريال مبلغ كبير ماهوش صغير، يعني تقريبا كما قلت لكم 800 دينار. بالحق شيء حزن معناها. شوفوا علاش احنا في تونس نعملوش خطايا كيما هكا، خاطر قال شنو ما فماش بوبيل نلوح. راهو البلاستيك ما يمشيش في الطبيعة، يقعد ملايين السنين، فهمتوا؟ ما يذوبش، يقعد. ذيك اللي يخلي معناها شواطئنا والأماكن العامة متاعنا مسخة. بالحق راهو فما شوية منا وشوية منا، شوية من البلدية شوية من المواطن، معناتها من هنا ومن هنا، فهمتوا؟ كيما المواطن مسؤول كيما الدولة مسؤولة. هكا ولا غالب معناها. بالحق تهبط للشط ساعات في تونس تلقاها الدنيا خضراء زرقاء كحلة بيض، الألوان الكل تشوفهم، والله شيء حزن. حسب رأيكم شنية الحل باش تونس تولي نظيفة؟ زعما الخطية وإلا العقلية؟